انا يا جماعه لسه داخله البيت حالا. بصوا بقى ايه، اجهز الفطار لاني ما عملتش النهارده الاكل في البيت. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دي بقى حاجات السلطه. بصوا بقى يا جماعه انا بعمل ايه. دايما بجهز التتبيله بتاعه الفراخ كده، بتبلها وبشيلها في التلاجة. تطلع الفرخه ايه كده، تطلع متدلعه. تطلع الفرخه متدلعه، فاهم؟ اهي بقى متبلاها كده واشيلها في التلاجة. اعمل لهم الفراخ ومكرونه بالصلصه. اعمل فراخ ومكرونه بالصلصه. ربنا يسعدكم يا رب. تسلموا لي يا غاليين، الله يحفظكم. جاهز بقى المكرونه. كل غاليه الميه واحط الميه كده. نحط شويه زيت. بقى شكلها بيبقى عامل كده. عايزه اقول لكم بقى ريحتها تحفه، تبقى جميله. كنت في الدار يا جماعه، لسه بجهز الفطار عشان كنت في الدار. لسه ما فطرتش، يا دوبك كلت تمر بس. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخباركم ايه؟ انتوا بالصحه والعافيه يا رب. تسلمولي. خلي بقى ميه للفراخ عشان اسلقها وبعدين ابقى احمرها. ممكن اعملها بالفيجيتار، يا ده او ده. فطار ايه؟ فطار الصايمين يا جماعه. فطار ايه؟ بجهز فطار الصايمين. فطار ايه؟ لسه بجهز الفطار. ولادي كلوا تمر بس.
لسه يا جماعه بنتي ما بترضاش تطبخ ولا بتعمل الحاجات دي لسه. اعلمها ازاي؟ انا ما بخليهاش تفتح الانبوبه وانا مش في البيت. لا ده بتاع النهارده، ده فطار النهارده. هاتيها دي عشان انا هعمل بيها هنا. هاتيلي اي حاجه. هاتيلي الزرع. هاتيلي هنا قوطه عشان ابقى اعصرها في الخلاط. بس حبه كتير. كده بقى ايه الفراخ تكون حطيت عليها الميه اهي، سيبها تتسلق براحتها، وبعدين احط حاجات المكرونه. انا بقى هقعد معاكم واعمل السلطه هنا عشان ادردش معاكم شويه. هيقولوا لي عاملين ايه؟ انا طبعا شكلي متبهدل فعادي يعني مش مشكله. مش مهم شكلي، المهم الجوهر من جوه، صح؟ مش مهم شكل الانسان، المهم قلبه ايه من جوه، نظيف صافي يحب الخير للناس، صح ولا ايه؟ اقفلي كده الضفه دي. طيب ماشي. طيب ماشي. حبايبي ربنا يخليكوا ليا، تسلمولي. جاهز بقى السلطه عقبال لما المكرونه تتسلق، وبعد كده هعمل الصلصه. ربنا يخليكوا ليا يا رب. انا بس حبيت اوريكم جزء بسيط من حياتي اللي انا اكون عايشه فيها كل يوم. انتوا فاكرين بقى ان انا عشان بتيجي وجبات في الدار بقى ان انا كل يوم بعبي واجيب على البيت. انا اصلا ولادي ما بيحبوش ياكلوا اكل من اي حد خالص، ولا يعني هم قاعدين وسامعيني اكيد. لو يعني ولادي شايفين ان انا كدابه يقولوا عليا دي ام ازاي بتربينا على الكذب يعني. فما بيحبوش شكل اكل بره خالص يعني من حد، وده حريه شخصيه ليهم طبعا. بيحبوا ياكلوا من ايديا حتى لو اي حاجه، لو لقمه بيض بس يبقى انا اللي عاملاها. فانا بس حبيت اوريكم نبذه بسيطه عن حياتي اليوميه في بيتي وفي دار زهرة مصر. انا فعلا حرفيا مش بنام كويس عشان ببقى مهتميه طول الوقت بالدار وبالبيت وحاجات تانية كتير في حياتي. لا يا جماعه ده مش العشاء، لان انا لسه مفطرتش. انا اكلت تمر بس، شربت ميه. ايه؟ طب هاتيلي كوبايه ميه. صحيح عايزه ميه ساقعه، حطيلي فيها تلج. عايزه ميه، عايزه كده كوبايه مشبره. كوبايه مشبره يا لولا. ماشي حياتي. هو في ايه يا عم غريب؟ الله اكبر الله اعظم.
الله، الحمد لله صليت المغرب. اللهم لك الحمد يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده بيهب ليه كده؟ وليه عمال يعمل كده؟ دي مش ده الحله دي مش عارفه بتعمل صوت ولا ايه. لا لما غسلت البوتاجاز بسم الله الرحمن الرحيم. ها يا جماعه، انا كنت في الدار النهارده طول اليوم مع سيدات القصر وما فطرتش ولا ولادي فطروا، فجيت بقى عشان اعمل لهم اكل، مع اني كنت ممكن اجيب اكل وانا جايه، بس حقيقي بجد اكل المطاعم يعني مش عايزه اقول لكم شكله بقى عامل ازاي. مش هقول لكم، انتوا اكيد عارفين، انا مش قصدي والله عيب في حد، بس بجد ما بحسش ان اكل حلو ولا لذيذ يعني، غير لما الواحد بياكل في البيت بيبقى يحس ان الاكل ما شاء الله بيبقى طعمه لذيذ كده. فعلا عيني كانت متركبه غلط وانا عدلتها. هاي مامي، تعالي سلمي عليهم عشان هم خلاص عارفينك قوي. تعالي في جنبي الناحيه التانية. تعالي كده. لا جنبي هنا، الناحيه دي هنا. تعالي سلمي عليهم. قولهم هاي، ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ لا شعرك كده جميل على فكره جدا. لا وهو مبلول مش بيبقى حلو، هو كده احلى. كسفت مع انه هي كده اموره اكتر. انا عندي كام سنه؟ ادوني كام سنه. عندي 100 سنه. عندي 100 سنه. اخيرا الليمون لقيتها اهي. ليمونه تانية. طلعي لي البذر منها. ما انا يا جماعه طول عمري بقول انا عندي 35 سنه، ايه الجديد؟ بنتي الصغيره. شكرا يا سيدتي، شكرا يا سيدتي الجميله. بس بقى هعمل القوطه الصلصه. هاخدكم معايا، هاخدكم كده هنا جنبي، تنوروني هنا في الحته دي. تسلموا لي يا غاليين، ربنا يخليكم ليا. هاتلي الشفشق كده بتاع القوطه بتاع الخلاط يا راوي. انت الكبيره كام سنه؟ ايه؟ هاتيلي انا كده. والله بجد بجد بجد، او ماي جاد. ايه بتقول ايه؟ انت عندك بنتين بس؟ عندي بنتين وولد.
خدي الرخامة قطعة واحدة. يا رب يا رب يا رب يتقبل منا ان شاء الله. تعالوا افطروا معانا تنوروا. ايه التوم يا روضه من الفريزر. كده نكون عملنا المكرونه ولسه ناقص الصلصه. اطلع عليها بقى عشان متعجنش. نحط ده في التلاجة. طبعا بقى انا هقول لكم ان بعمل المكرونه ازاي لما بكون مستعجله، يعني اصفيها بسرعه بسرعه بسرعه. نعم. الناس عمل ايه؟ معلش معلش. روح البابا روح البابا قولي. بتكمليها بقى. حط بقى ايه معلقه زيت زيتون او معلقتين زي ما انا عايزه. اه تمام. نعم. عايزه ايه؟ قولي لبابا. طيب حط عليها بقى مرقه فوريه كده. ايه؟ روحي شوفيها. طب عايزه ايه يا رضا اعمله لها لما اخلص الاكل.
وبكده اكون خلصت سلق المكرونه. ولسه ايه اللي اخرني كده؟ ادخلوا على اللايفات اللي من شويه وانتوا تعرفوا ايه اللي اخرني كده. انتوا تعرفوا، ادخلوا على اللايفات اللي من شويه من حوالي ساعه وانتوا تعرفوا ايه اللي اخرني. الحمد لله الفراخ كمان بتتسلق. هعمل بقى لسه الصلصه. بعملها بالثوم بس. ثوم بغسله. فين عايزه ادق الثوم؟ مش بقى عندك؟ ادقهم؟ اه. شوفيها فين. دقيهم بقى الاول بسرعه بقى، بسرعه جدا جدا جدا. لسه بقى يا جماعه هعمل الثوم. وبعدين بقى ايه، كنت انا كده عملت الطماطم. انا بحب الصلصه بالثوم، ما بحبش احط عليها بصل كتير الصلصه. ها خدي بقى شيل الثوم ده يا راجل. لا الله يا ريحة الثوم، يا سلام يا سلام. مين زي بيحب الثوم هنا؟ سلام لملام. وبعدين بقى اعمل ايه بقى؟ اعمل حركة جميلة قوي بقى بقول لكم عليها. نروح بقى حاطة معلقتين صلصة كده. اصلا البرطمان ده قرب يخلص. نروح بقى مجهزة التوابل. ثوم وبصل مطحون، شوية فلفل اسود، شوية كمون. بعد كده بقى احط ملح.
افضل بقى اقلب كده. تبع الكومنتات انتي، ها تموتي انتي فيا موت، تموتي انتي فيا موت يا رب. الله يخليكم يا رب، تسلمولي تسلمولي يا حبايبي يا ناس، عيوني يا مسكرين. وبعدين نحط بقى ايه طماطم، هعمل بزياده عشان ايه لو هعمل بكره مكرونه برضه. يبقى تعالي اغسلي المواعين. يعني بحس انا خلاص تعبت ولكت، مش قادره خلاص، جبت اخري. اضحكي يا اختي اضحكي. الحقوا لهم في الباب كده مش احنا. لا والله ما انتوا كمان تعبتوني، هما اللي في الدار بس مجننيني، ما انتوا كمان مجنناني. كده بقى كنت عملت معاكم الصلصه والمكرونه والفراخ، بس الفراخ بقى لسه هستنى عليها شويه عشان ايه هروح عاملاها بالفيجيتار في الزيت. خلاص يلا، وبكده اكون عملتلكم وصفتي النهارده. وبعدين عايزه افطر. اسمها رضوى، اسمهاش رضوى، اسمها روضه من رياض الجنه، اسمها روضه. روضه من رياض الجنه. يلا اشوفكم على خير، وما تنسونيش من الدعاء. و متأخرة في الفطار ليه؟ نو كومنت. يلا عشان انا بقى عبال لما الاكل يتعمل هدخل اصلي العشاء. وكل سنه وانتم طيبين النهارده والجمعه الاخيره. ومتنسوش يا جماعه تتفرجوا على حلقتي النهارده مع سعد الصغير على قناه الشمس الساعه 12 بالليل. اتفرجوا عليها وقولوا لي ايه رايكم. خلاص يلا اشوفكم على خير. لا اله الا الله محمد رسول الله.